السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. أبطال تانية ثانوي دفعة 2025 مكملين حل مع بعض كتاب سينيور الترم التاني، ووصلنا لامتحانات آخر الكتاب المحافظة التالتة. بيقول لي إيه؟ اللوير اللي هو المحامي speaks on behalf of، يعني بيتحدث بالنيابة عن الأكيوز بيبول، الناس المتهمة in the court في المحكمة. يبقى أقول له on behalf of اللي هي بالإف، خلي بالك، بالنيابة عن. it's a to teach children new language، يبقى then كده مقارنة. وعندي easy يبقى easier، يبقى مقارنة قصيرة. ما ينفعش اقول له more easier، يعني بتاعت الطويلة مع صفة قصيرة ما ينفعش. اذا عايز اعلي الصفة بشغل قبليها much، بقول له much easier than، اعليها ب much. PM 9 PM is okay tonight for going to the cinema as I لأن هكون خلصت الواجب المدرسي السكول assignment by then، حين ذاك أو قبيل هذا التوقيت. يبقى مستقبل تام will have finished. The best film I've seen lately was the winning hidden figures، ده الفيلم الحائز على الجائزة، يبقى بنقول عليه ايه؟ حائز على جائزة award winning. my new watch cost ده تصريف الفعل. اذا لو ده في المضارع كنا حطينا له اس، يبقى الفعل ده في الماضي، يبقى الكوتش انتاج بتاعي ايه؟ didn't it، يبقى اقول له didn't it. مستر علي is the person in charge of، مسؤول عن الفينانش ايه ديبارتمنت، قسم المالي in the company، يبقى اقول له هو is، دي هو apostrophe اس، اختصار لايه؟ لاز، يبقى هو is in charge of، والذي يكون مسؤولا عنه. undoubtedly بدون شك you will struggle يكافح، يصارع، يناضل a lot when you live abroad. عايزين هنا الانتونيم عكس struggle، يبقى يستسلم، اقول له surrender. طبعا بقيت المعاني قدامي. be patient my dear، كن صبورا يا عزيزي. food بقول له اصبر، يبقى الاكل لسه بيتجهز، يبقى معناها ان هو مستمر، والمستمر هنا مجهول، يبقى is being prepared. means to meet find discover someone something by chance، بالصدفة، يبقى انت كده ايه؟ come across، come ايه؟ across. the new medicine الدواء الجديد will difference، ونقول له يحدث اختلاف او فارق، make a difference، يبقى له make ايه؟ difference. sorry for but I don't know how to deal with this difficult situation I need your help. إذا sorry for interruption، المقاطعة أو التعطيل. بقيت المعاني قدامي. My uncle no longer smokes as he، كما اعتاد أن يدخن، يبقى أقول له as he used to، ما ينفعش أقول له used بس. I am afraid to talk to my father when he is angry، يبقى بخشى ان انا اتكلم مع الاب لما يكون غاضب، لانه بيبدو هل يا ترى بيبدو مرعوبا ام مرعبا ومخيفا ومتضايق؟ يبقى frightening. قلنا اللي يسبب الصفة ING، واللي يحس بالصفة بالايدي. the participants are mainly، المشاركين بشكل اساسي they are not paid، ده ما بينفعش ليهم فلوس، اذا هم متطوعين، يبقى اقول له volunteers. بقيت المعاني قدامي. he tried to do the assigned task but unfortunately he couldn't. إذا هو حاول بجد وباجتهاد. اللي اديني هنا معناها مين؟ hard، لأن hard بشتغل عليها صفة وظرف، لكن لو قلت hard دي يبقى معناها إيه؟ بالكاد لا، تديني معنى النفي. القطعة بتاعتنا نقرأها مرة واثنين وثلاثة. طبعا السؤال ده أكيد ناقص حاجة، تمام. الترجمة برضو جملتين، الجملة رقم ب ورقم ج تقريبا تيبيكال، اللي إذا أنا ما كنتش شايف نظري على قدي، تمام. هنا برضو نفس الكلام. المفروض هنا affect يؤثر، أما هنا جابها لك effects. وسوشيابل يعني شخص اجتماعي، وأنا بتكلم على مشكلة أو موضوع اجتماعي يبقى أقول له social، أما سوشيابل يبقى شخص اجتماعي. يبقى أكيد مثلا هقول له رقم ب، ودي تبقى affects. النوفل بتاعتنا التوبيك او الايساي بتاعنا يور دريم جوب اول ذا بيست. دعمنا بلاك وشير واشتراك في القناه، سيبنا كومنت صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.